ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعضينا كبسة البط بالرز والبطاطس، وان شاء الله هتطلع معاكم حلوة جدا لان هي طريقة جديدة جدا جدا. اول حاجة هنغسل البط بتاعنا بخل وملح وليمون ومية طبعا، وهننضفها كويس علشان الزفارة بتاعتها. تاني حاجة عندنا المكونات بتاعتنا عبارة عن صلصة، وعندنا توابل، وعندنا بصل مفروم. اي توابل عندك انت بتحبي تحطيها حطيها. تمام. اول حاجة هنجيب الحلة بتاعتنا، ننزل بالبصل المفروم ونبدأ نشوح فيه لحد البصلة بتاعتي ما تصفر. وبعد كده هجيب البط بتاعي واحطه في البصل علشان يتشوح وياخد لون حلو. اهم خطوة دي عشان ياخد لون ذهبي ولون حلو قوي زي ما يكون متحمر، يعني زي ما تكوني سلقتيه وحمرتيه. تمام. فتطلعيه منها يكون متحمر تحميرة حلوة، هياخد لون حلو قوي، علشان كده هيطلع معاكي حلو. هننزل بعد كده بالبهارات بتاعتنا، كل البهارات هننزل بيها. انا بحب انزل بيها مع سواء البط او الفراخ او اي حاجة هشوحها او لحمة، علشان تاخد التشويحة وتاخد الطعم بتاع البهارات، وكمان بتدي لون حلو قوي للبط او الفراخ، وبتدي نكهة حلوة قوي، وكمان بتدي طعم حلو قوي قوي للطبيخ بعد كده، او لو هتعمليه في شوربة. هعرفكم كام حاجة بعد كده هنعملها مع بعضينا انا بعملها بتخلي الاكل طعمه حلو قوي. اهم حاجة نشوحها كويس زي ما انتوا شايفين كده، شايفين شكلها طالع عامل ازاي، توصل للون اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هننزل بالصلصة بتاعتنا، سواء صلصة او طماطم مضروبة في الخلاط، اي حاجة المتاح عندك اعملي بيه. هنسيبها تتسبك شوية. بعد ما تتسبك هننزل بكوباية من المية او كوبايتين على حسب كمية الصلصة اللي انت حطيتيها، وهننزل بمعلقة من السكر علشان كمان تعادل الحموضة بتاعة الصلصة او الطماطم بحيث ما يبقاش زاعق وتبقى طعمها حلو. ونسيب البطة بتاعتنا تطيب حلو في الصلصة زي ما انتوا شايفين كده. انا سبتها شوية حلوين، بدأت ان هي تطيب وبدأت تتسبك حلو قوي. بعد كده هحوشها من الحلة، احطها في صينية لوحديها، واخد شوية من الصلصة احطهم عليها، وكمان هاخد شوية من الصلصة احطهم على جنب. تمام. باقي الصلصة اللي معانا هننزل بالرز بتاعنا زي ما هو. تمام. لو انت عندك الرز نوعيته حلوة بسمتي ما بيتعجنش، انزلي على طول. لو لقيتيه ان هو ممكن يتعجن منك حمريه الاول، بعد كده حطيه في الصلصة بتاعتنا. عندي البطاطس بتاعتي قطعتها دواير زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل بباقي الصلصة اللي انا حشتها على جنب. يعني احنا الصلصة بتاعتنا استخدمناها استخدامات كتيرة قوي، عملنا بيها الرز وعملنا بيها البط، ودينا بنعمل بيها البطاطس. هنبدأ ندخل الصواني بتاعتنا الفرن، صينية البط من فوق وصينية البطاطس زي ما انتوا شايفين كده من تحت، والرز بدأ خلاص يتشرب وبدأ يطيب. بيفرحني جدا ان انا اشوف كومنتاتكم، وكمان اشوف رأيكم في الوصفات بتاعتنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زرار الجرس. شايفين الاكل طالع حلو ازاي؟ الرز بجد كان مفلفل، والبطاية كانت حلوة قوي وطعمها كان حلو ولونها جميل من غير اي تحمير ولا اي حاجة. حمراها حلو قوي في البصل، هتطلع معاكي بالشكل الجميل ده. بألف هنا عليكم وعلينا.